التقينا بالفنانة رشا إبراهيم ابنة مدينة حمص وسألناها عن أجواء التصوير بمسلسل سكاي ستارز بمدينة حمص وعن أعمالها القادمة. أكيد اليوم نحن مبسوطين بالمشاركة لأنه نحن أساسا بمدينة حمص مسقط رأسنا، وعم نحاول ومبسوطين بالمحاولة حتى وبالتجربة لأنه ضمن مدينتنا هي بالدرجة الأولى، وبالتعاون أكيد مع أستاذ ويليام ومع الفريق ككل يعني. كتجربة أولى ومن مدينة حمص نحن عم نعمل هذا العمل اللي بيشبه البيئة الريفية وضياع حمص ومنطقة حمص، وإن شاء الله هيك الله يكتب لنا التوفيق والخير يا رب. وبما أنه مسلسل سكاي ستارز من فئة الأعمال القصيرة، سألنا الفنانة رشا عن رأيها بالموضوع، وهل اتجهت الدراما لهذا النوع من الأعمال؟ هلا ممكن كمان وقت واحد يعني هي ما راحت بهذا الاتجاه الأعمال أكيد، لا يعني في نوع من الأعمال عم تنعمل بهي الطريقة، وأيام الحتوتة بتتطلب هيك. يعني أنا وقت اللي عندي حتوتة هي بسيطة أو فكرتها بسيطة، فبتتحمل هاي الحلقات البسيطة كتوقيت حلقة أو كعدد حلقات. وفي أعمال ما بدها أكيد بدها مساحتها وبدها يعني شغل، تنعطى مساحتها وتنعطى الفكرة وحق الفكرة يعني. وعن أعمالها القادمة يلي رح تنعرض بشهر رمضان خبرتنا. حاليا مخلصة عمل فانتازيا تاريخي اللي هو بعنوان فرسان الظلام ذئاب الليل، وكمان عم صور بالأردن شارع طلال، وكمان لي مشاركة بمسلسل باب الحارة، وحاليا بهذا العمل، ولسه عندي كمان تحضير لعمل بالشام. شو حكت الفنانة رشا إبراهيم عن اختيار مدينة حمص لتكون من خيارات مسلسل سكاي ستارز؟ وهل يا ترى تجربة التمثيل بمدينة حمص رح تلاقي تشجيع وتصير روتين دائم بالدراما السورية؟ هذا أكثر شيء نحن اليوم هون فرحانين فيه، نحن بمدينة حمص، مدينتي أكيد وأهلي وناسي، وأكيد نحن بنتمنى بالفترة القادمة يعني الخير لكل سوريا أكيد بالدرجة الأولى، والسلام والراحة، ونقدر كمان نحن ننطلق من حمص نعمل مشاريع ذات أهمية وثقل، ونقدر نقدم قد ما فينا نحن حتى كشباب طلعوا وكان لهم تجربة يعني بدمشق أو بحكم إنه المركز هي الشام. يعني نقدر نعمل كمان من مدينة حمص مشاريع مهمة تنحب وتنشاف والناس تحترمها، ونحن يعني شو بنقدر نقدم. وطبعا هي كمان رسالة لكثير من الفنانين اللي نحن متعودين كمان نحن بالشام المركز، وهذا طبيعي، بس نحن نقدر نعمل دعم مو بس مدينة حمص، يعني ممكن كمان بالساحل مثلا اللاذقية وطرطوس وحمص وبقية المدن، ويكون في مشاريع إن شاء الله الله يكتب لنا النجاح والتوفيق، وندعم الأشخاص اللي لسه ما قدروا يفتحوا طريقهم بغير محافظة بالشام، يعني من غير محافظة.